مين كان يصدق ان المباراة ديت والتشكيل اللي لعب المباراة ديت او التيم اللي لعب المباراة دي بالكامل مش موجود في النادي الاهلي دلوقتي؟ المباراة دي يا جدعان كانت في السوبر المصري 2018 في ابو ظبي. زي ما احنا شايفين المباراة كانت ما بين الاهلي المصري والمصري البورسعيدي. كان الاهلي المصري بيدربه حسام البدري والمصري البورسعيدي كان بيدربه حسام حسن. المباراة دي خلصت 1-0 زي ما احنا شايفين، وزي ما قلت لكم كانت في السوبر المصري 2018. مفيش غير لاعب واحد فقط اللي كان في ارض الملعب في التشكيل الاساسي اللي موجود حاليا في الاهلي، وهو محمد الشناوي. حتى جد دكة البدلاء يا عزيزي المشاهد، اللي نزل من على دكة البدلاء في المباراة ديت كان مؤمن زكريا واسلام محارب، وبرضه الاتنين مش موجودين في النادي الاهلي. اللاعب الوحيد اللي كان موجود على دكة البدلاء هو محمد هاني. هقول لكم دلوقتي التشكيل اللي كان بيلعب هذه المباراة، عشان مش هتصدق ان كم النجوم دوت كان عندك ومشي كله. محدش كان يصدق الكلام ده خالص. يعني ما كانش موجود في هذه المباراة او في هذه الايام اي لاعب موجود حاليا في النادي الاهلي سوى محمد الشناوي ومحمد هاني. التشكيل بدأ بمحمد الشناوي وقدامه احمد فتحي وايمن اشرف وسعد سمير وعلي معلول، وفي خط الوسط كان حسام عاشور وعمرو السولية ووليد سليمان وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد. اما في الهجوم كان جونيور اجاييه ووليد ازارو. مؤمن زكريا واسلام محارب اللي قدامك دول نزلوا بدلاء، يعني دكة البدلاء. حتى دكة البدلاء ما كانش فيها غير محمد هاني والشناوي هم بس اللي موجودين حاليا من الجيل ده كله. كانت مباراة ممتعة جدا، مباراة شيقة جدا، انتهت في الاشواط الرابعة. يعني لعب الشوط الاول خلص 0-0، اتلعب الشوط الثاني خلص 0-0، وفي خلال احداث الشوطين كانت المباراة سخنة جدا وكانت قوية جدا بين الفرقتين، بس انتهت بهدف لوليد ازارو بغلطة كبيرة جدا من حارس مرمى النادي المصري، واللي كان ساعتها احمد مسعود. وده بالمناسبة تشكيل المصري البورسعيدي ساعتها كان احمد مسعود وكريم العراقي ومحمد كوفي واحمد عبد الموجود ومحمد حمدي واسلام صلاح واسلام عيسى وفريد شوقي واحمد شكري وليد حسن وجريندو وعمرو موسى. وكان في الهجوم اسفن وطارة واحمد جمعة. حتى دول تقريبا ما بقوش موجودين في النادي المصري. والكورة يا جدعان غدارة وقلابة اقسم بالله. هنا كان اخر الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وشكرا لكم والسلام عليكم.